السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. توفي اليوم الاثنين محمد صالح آيت علجت رحمه الله ابن شيخ العالم الطاهر آيت علجت عن عمر ناهز 82 سنة. وولد محمد صالح آيت علجت سنة 1941 بطمقرة ولاية بجاية، ودرس على يد جده الشيخ بعضا من القرآن الكريم والكتابة، وكما التحق بزاوية سيدي سعيد مع أبيه العلامة محمد الطاهر آيت علجت سنة 1948، وأتم حفظ القرآن الكريم ودراسة اللغة العربية وآدابها ودراسة الفقه وعددا من العلوم بالزاوية أرسل القائد عميروش إلى تونس مع البعثة الطلابية، وفيها أخذ الدراسات الثانوية، وبعد استقلال الجزائر التحق بالتعليم الابتدائي ثم الثانوي، كما تحصل على شهادة الليسانس من جامعة الجزائر 1971 تخصص آداب ولغة عربية وحضارة إسلامية. ومن مؤلفاته الشيخ المولود الحافظي حياة وآثار، وكذا فتاوي شيخ المولود الحافظي، وصحف التصوف الجزائري من 1955 1920، وصحف التصوف الجزائرية، بالإضافة كذلك إلى رحلة قرن من حياة العلامة شيخ محمد الطاهر آيت علجت. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.